يهدي للتي هي أقوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله، وفي رواية شفيعا لأصحابه. وجاء وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهروين أو اقرأوا الزهروان فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان يضلان صاحبهما يوم القيامة. فهذا القرآن الكريم هو الكتاب الفذ الذي جاء بحل المعضلات والمشكلات وإخراج العباد من الظلمات إلى النور. نتحدث اليوم أيها المؤمنون عن واجب العبد المؤمن نحو كتاب الله عز وجل، قراءة وترتيلا، تدبرا وخشوعا، عملا وتطبيقا لأحكامه. النهضة للحديث مشروع السبيل إن شاء الله عز وجل أفضل القرآن الكريم. ففائد يمر ربي جل جلاله العباد تجاه القرآن الكريم قراءة أمس القراية، أخذ التدبر، أخذ التفكر، أما العمل من الأحكام نفس التطبيق للحياة الواقع المعيش، أما المساعدة ذلك الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: ناس يا رسول الله إنها ستكون فتن. النبي عليه السلام الصحابة: هذا دست بعض الفتن، هذا دست بعض الضلالات، أتعيش كرة سويعين سيدي قاني يحرصني. ناس يا رسول الله ما المخرج من هذه الفتن؟ يا رسول الله أشو ندري، أشو النجاة؟ الفتن اليوم يعيش ذا بثلاثيس. الناس النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. الناس مغرب فلان فلان، مغرب فلان المشاكل سعام أولا ربنا القرآن الكريم الزفون كتاب الله فيه خبر الناس الأخبار للأمم اللي يسدون يقعدان ذيك سيد في الصالح ربي عز وجل الأمور تدر ثنوان ذوان ربي عز وجل ألا ينظمان الحياة ثنوان. الخلاصة الجامعة للحديث الصحيح من النبي عليه السلام. وبعد خط ربي عز وجل في الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طريق تاع الاستقامة، طريق تاع القوامة. اليوم الإنسان غرس ما يطف يدفع يطبق الأحكام بولا ربي سبحانه عز وجل. الحياة الإنسان يخلق سيدنا ربي عز وجل يعيش في عناء. يقال رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. قال المفسرون الأجلة: ربي عز وجل يخلق بني آدم أن يعيش في كبد، في جهاد، في عناء، في معاناة، في عناد مع الشيطان، مع الطبيعة، مع بني آدم، مع مقتضيات العصر والزمان، مع شهوات العصر. لقد خلقنا الإنسان في كبد. العقل يطيع ربي عز وجل في عناء أن يتوجه العناء، يغفل الخدمة، يغفل التوشس،
يغلب الصحة، يغلب الحياة التونيث، الشهوات، الصراع ديال الحلال والحرام. العبد الإسلام أدير في منيس أما اللي يخبر وشرح النبي عليه السلام يوخذ يحرم الحلال في الدين. أما العبد راه يدفن الجمرة، راه يدفن ثيركت ديال فاسنيس. المخرج من هذا العناء هو القرآن الكريم. انت كي تهون على طريق الاستقامة واذكر الندامة. الحاجة الثالث أن يعلم الإنسان زوال ربي سبحانه عز وجل آتي حفظا ذلك الحياة. ما يبنى الإنسان تدرسيس أثواب ربي عز وجل الثغار. ربي عز وجل يقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإنسان يسهل عند ربي عز وجل قراءة القرآن للطلب زينة أحسن يكون شطوح أتصغر ولا ربي أتشيع الدليل والأظهر ولا ربي أتحفظ فولا ربي أتعيونا من المساجد الكتاتب الزوايا لتعظيم أول ربي سبحانه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وربي سبحانه عز وجل يجعل الرحمات البركات نزول الملائكة الخير العميم أندريليم أذيليم ما يجتمعون القوم أذكر القرآن الكريم. قال النبي عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة طمأنينة الرضا رب العالمين وغشيتهم الرحمة من عند الله عز وجل وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كفانا هذا شرفا. لا عبد عن بيسدر القرآن، لا عبد في المصحف هذه القرآن، لا عبد شعبا أنسيدي يمشان هذه القرآن الكريم اللي تبعنا تقص أسيد ست الملائكة هذه الشعب النور من الرضوان في الناس أسيدي في السكينة أسيدي ذكر ربي عز وجل غرس في الملأ الأعلى. وإذ الشرف أم قرآن أيها الإخوة الكرام المعيشة بني آدم العبد لا تعيشين سواء ربي عز وجل من تطبيق الأحكام ينس يحل الحلال يحرم الحرام يسود باب الشبهات نفسيتيس ربي عز وجل أسيدي في معيشة طيبة. ربي سبحانه عز وجل أزيد في الناس القلق. ربي سبحانه عز وجل أن يجعل أيهم من قار هي العرفنا البركة هي الوقفيس هي الماليس هي السوقيس الكواليس ولا الكوامان في صغار الناس في ثلاثة فرد خصمة العفو أريد فرقه ولا ربي سبحانه عز وجل أن يسمى القرآن الكريم يشفع يوم القيامة. الحاجة فيخدم بني آدم بدونيف أن يحصل لهم تعيشين السواسي تاع الداي ويغير النون المواسم تاع الداي ويغير النون أي كامل يتقرب الحياة الباقية الآخر. أن يعلم الإنسان يوم القيامة القرآن الذي يشفع. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا القرآن سيدي يا رب العالمين العبزاكير إذا يقاري يطبق الأحكام يتصلى يسير يحل الحلال يحرم الحرام يستخدم الأحكام ينس الأحكام القرآن الكريم يفرق المعاملات ويتسقو الشراء ويتبرى ويحسدها ويستفسدها. أكيام القرآن الكريم اللي قال أرى الرحمة ربي عز وجل الجنات العلا العبد يقرأ القرآن الكريم
النبي عليه السلام يقرأ آية، يقرأ عفوا سورة فيها 30 آية شفعت في صاحبه حتى أدخلته الجنة. النبي عليه السلام قرأ في سورة 39 الآيات تقرد الأعلى ينس، تقرد الحرمة ينس، تشفع بنذر أمي تبويغ الجنة. الآية اللي السورة اللي شوز سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اسم النبي عليه السلام الناجية، سورة الجن الإنسان بالعذاب ربي عز وجل داخل القبر ينس. الناجية سورة شفعت في صاحبه حتى أدخلته الجنة. أدخل سيوت الحادثة ظاهر الصحابي قرنس أسيد بن حضير. هذا صحابي جليل كان يقرأ القرآن في بيته، إذا يقرأ القرآن أخذ خميس، فكانت فرسه ترتعد. الصحابي إلى يقرأ القرآن الخميس يترتيل القرآن الكريم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. كان يقرأ القرآن، مجلس تاع القرآن، مجلس تاع ذكر، فكانت فرسه ترتعد وتتحرك. حال يقرأ القرآن ويسعى الله ما شاء الله الفرس، بمعنى الفرس باستقبال ثمن الخيل أما عثير إلى غير ذلك. إذا يقرأ القرآن الفرس ترتعد تتحرك، تسالي مريض بيت الصبور تقلق وثلاثة عافية يغادر الخضر يغلق القرآن الكريم يحبس يوكلني هذه يسكن الفرس نينس. أسمي ذكر الصباح عند صلاة الفجر يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله الليل قرأ القرآن الفرس نينس تخاف ترتعد تقلق تكون ما تقيم طروتين. الناس النبي عليه السلام تلك ملائكة الرحمن نزلت لصوتك وترتيلك. الناس تلك النيل ذي الملائكة من ينزل ربي يتقرى وليس. الناس لو كانت في القراءة الناس النبي عليه السلام هذا هو تنحوت الملائكة هذا تتوالي الغشي تراها ولا تتوارى عليها الناس. الناس لو كانت في القراءة الناس الملائكة اللي ينزلان هذا هو العبادة تتوالي سواد الإنسان. إذا بيت القصيدة أيها الإخوة أن نقرأ القرآن، أن نعمل بأحكام القرآن، أن نبعث أولادنا ونشجعهم على تعلم القرآن الكريم. يسمع الأولاد الصغار بارك الله فيهم يبعثهم الجوامع لانتشاع الجامع. حنا عندنا حلقة تاع القرآن حفظ القرآن نهار السبت تاع الظهر على 11:04 يبعثون هنا الجامع كل السبت نصف ساعة في الأسبوع. ربي إن شاء الله يجعل البركة. هذا عفو ربي في دار الإعدام يصلح يدي في الدون. كاين زوج من الناس طلبوا منا الدعاء، واحد عنده يمه بيضاء، واحد ما عندوش الثورية، الزوج ما عندوش الثورية، طلبوا منا الدعاء. اللهم بلغ المقاصد وأصلح المفاسد، اللهم اقض الحوائج على حسن المراد والنيات. الله يقضي الحوائج على حسن المراد والنيات، الله يقضي الحوائج على حسن المراد والنيات، الله يفتح عليهم بالشفاء وبالإنجاب وبكل خير. وأي إنسان يطلب أي حاجة منها ربي يقضيها له وربي يغفر لنا. السلام عليكم.